تعالوا نعمل مع بعض الزلابية ب3 مكونات بس. هنعملها ب3 مكونات وفي 3 دقايق بس. هنعملها سهلة وبسيطة في 3 دقايق. هقولك ازاي تاخد لون جميل وحلو كده وتبقى مقرمشة قوي من بره وهشة وخفيفة جدا من جوه. شايفين؟ خفيفة جدا من جوه ومفرغة وهشة وجميلة ومقرمشة جدا من بره. سهلة وبسيطة ومش فيها اي خزعبلات ولا اي مكونات خزعبلية خالص، ب3 مكونات فقط. وانا متأكدة ان الطريقة دي لو عملتيها هتعتمديها ومش هتعملي الزلابية تاني غير بطريقتي. مكوناتنا سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. لو اول مرة تتفرج عليا وتشوفيني، انا بسمة. اتمنى تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. تعالي نشوف مكوناتنا ايه. هنجيب بولة فاضية وهنحط فيها كوباية من الزبادي. انا معايا كوباية الزبادي هنا كبيرة بمقدار 170 جرام. مش متواجدة الكوباية الكبيرة، نقدر نحط كوبايتين من الزبادي اللي هي الكوباية الصغيرة، مفيش مشكلة خالص. هننزل على كوباية الزبادي دي بنص كوباية من الدقيق. المكونات سهلة خالص وما فيهاش اي حاجة نهائي. المكون الثالث بتاعنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر. معلقة كبيرة يعني قولي معلقة صغيرة مطرطرة بالظبط، حلوة. بس هو دي مكوناتنا. معايا مكون اختياري، معلقة من السكر. عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها براحتك، دي اختياري. هيطلع معاكي حلوة وهشة وخفيفة وجميلة جدا. في اسهل من كده؟ في مكونات اسهل من كده. هنعجن بقى الزبادي مع الدقيق بالبيكنج باودر. هنعجنها كويس زي ما انت شايفة كده. دوبي الدقيق مع الزبادي على قد ما تقدري، ولا هنسيبها تختمر ولا هنسيبها ترتاح ولا اي حاجة خالص. انا حبيت اوريكي ان كل ما بتعجني فيها اكتر كل ما بتخف معاكي كده وتحسي ان هي بقت عجينة لينة جدا ومش بصي هي مش متماسكة ومش لينة قوي، حلوة. القوام بتاعها حلو زي ما انت شايفة كده بالظبط. افضلي اعجني بيها كده زي ما انا بعمل كده. عايز تعجني بايدك اعجني، ربيها بايدك مفيش مشكلة. انا ربيتها بالسبولات اللي كده زي ما انا بعمل وحلوة جدا، بس مفيش اكتر من كده. هو ده اللي احنا عايزينه. هنجيب كوباية وهنحط فيها كيس من الحلواني او كيس من اللبن. هنحطه جوه كده بحيث ان احنا بنفضي فيه الخليط يكون كويس ما يطلعش مننا بره. هننزل بالخليط اللي معانا. الخليط شوفي ولا ارتاح ولا سبته يرتاح ولا سبته يختمر ولا اي حاجة خالص. انا اشتغلت على طول يا جماعة. هتحطيه في قلب الكيس الحلواني. متوفر عندك ماشي، مش موجود كيس من بتاع اللبن العادي خالص اللي احنا بنحط بيه اللبن، اللي احنا بنحط فيه اللبن، وهنقصه من تحت وهنشتغل على طول. انا عندي هنا عملت بالكيس الحلواني زي ما انت شايفه كده بالظبط. هنحط كل المكونات اللي معانا في الكيس الحلواني، هنربطه كويس. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. اهم حاجه مراحل التسويه معايا. لما تيجي تسوي الزلابية اهم حاجة المراحل بتاعتها دي اللي بتديكي قرمشة حلوة وبتديكي طراوة من جوه حلوة زي ما انت شايفة كده بالظبط. تعالي بقى هنا معايا طاسة على النار ولا الزيت ولا سخن قوي اللي هو المقدوح قوي ولا دافي قوي، حلو زيت سخن حلو. هبدأ هنا انزل بالزلابية. انا لقيت ان انا قطعت القمع كان صغير قوي، فهرجع اوسعه تاني. انا لقيته وانت ما تقلقيش خالص من الشكل اللي بينزل ده، هي كده كده بتكور نفسها زي ما انت شايفه كده بالظبط. انا وسعت الفتحه شويه بتاعه الكيس الحلواني عشان تكبر معايا شويه. طبعا حجم الزلابيه بيعتمد معاكي على قد الفتحه اللي انت فاتحاها في الكيس. انت معاكي مقص، بتبل المقص بس في الزيت كده وبتقطعي بيه. ما تمليش الطاسه قوي، ادي مجال لان الزلابيه بتنفش في الزيت، فادي مجال ان انت تعرفي تقلبيها كويس وان انت تاخدي راحتك في الطاسه زي ما انت شايفه كده. بصي ما تاخديش بالك من الشكل اللي بينزل، انت هتحسي ان هي مش شكل زلابيه خالص، لكن هي كل ما بتنفش في الزيت كل ما بتكور معاكي وبتديكي شكل الزلابيه الحلو، شكل الكرة الصغيرة بتاعت الزلابية دي. فما تقلقيش خالص من الشكل اللي بينزل معكش. زي ما انت شايفة هي دي الزلابية اللي كنت انا بقطعها في الاول. هي مجرد ما بتنزل في الزيت بتنفش معاكي وبتديكي شكل حلو. هبدأ اديها لون ذهبي فاتح حلو، يعني مش هديها اللون النهائي بتاعها،
هقلبها تقلبتين لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح اللي انت شايفاه ده بالظبط، وهطلعها من الزيت خالص واحطها على صينيه بره زي ما انت شايفه كده بالظبط. الخطوه دي حلوه، بتديكي قرمشه حلوه للزلابيه. الخطوه دي ما ينفعش تفوتيها. بطلعها على صينيه بره زي ما انت شايفه كده، وهطلع القالب ده كله وهحطه على صينيه كده، وبعدين اعمل بقيه الزلابيه اللي معايا. ده مش اللون النهائي، انا هرجع تاني احطها في الزيت تاني، انا بديها قرمشه بالزياده. هركنها في جنب وهعمل بقيه الطاسه اللي معايا التانية زي ما انت شايفه كده. هديها برضو اللون الفاتح الحلو الذهبي اللي انت شفتيه في الاول، اللي انا طلعت القالب الاولاني منه، وبعد كده هطلعها برضو على الصينيه زي ما عملت في القالب الاولاني. تاخد اللون الحلو اللي انا محتاجاه وبعدين اطلعها. زي ما انت شايفه كده خدت لون ذهبي فاتح، مش ده اللون النهائي طبعا بتاع الزلابيه. بطلعها على الصينيه، بسيبها بقى لحد ما تبرد خالص وارجع تاني انزلها في الزيت. شايفين كده؟ دي كميه الزلابيه اللي معايا كلها. هسيب بقى الزيت يهدى خالص، وبعدين هنا بقى هرجع اسخن الزيت تاني، وكانت الزلابيه معايا بردت. اول طاسه طلعتها هنزلها تاني في الزيت لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انا عايزاه، اللي هو لون الزلابيه النهائي. هديها اللون الحلو اللي انا محتاجاه، وبعدين هخلص كل الكميه بنفس الخطوه دي، ارجع احطها تاني في الزيت واديها اللون الذهبي اللي انا عايزاه واطلعها. كده خدت قرمشه معاكي بزياده، خدت طراوه وخفيه من جوه. تعالي شوفي بقى الجمال بعد ما طلعت. حلوه جدا، حلوه وسهله وبسيطه وخفيفه وما شاء الله عليها تحفه. انا متاكده ان انت لو جربتيها على طريقتي مش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي. انا هنا بقى مش عامله لها شربات عشان انتوا زي ما انتوا عارفين ان احنا ما بنحبش الحاجه مسكره، فانا هنزل عليها بمعلقتين من العسل النحل. عايزه تعملي لها شربات يبقى كوبايه من السكر عليها كوبايه من الميه عليها عصره ليمونه، وتسيبيها تغلي على النار لمده 5 دقايق، وتنزلي الزلابيه فيها وبعدين تطلعيها. بس كده هتبقى حلوه وجميله معاكي. انا عملتها بالعسل بس، ما حبيتش ان انا اعمل لها شربات عشان لما بتبقى الحاجه مسكره قوي احنا بصراحه ما بنحبش ناكل الحاجه مسكره قوي. فانت وراحتك، عايزه تعملي لها شربات اعملي، عايزه تعملي زي ما انا عملتها كده وحطيت عليها عسل نحل يبقى افضل واحسن. زي ما انت شايفه كده حلوه جدا ومقرمشه وخفيفه. يا رب تكونوا استفدتوا مني، ويا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهله والبسيطه واللي على قد الايد. اشوفكم في فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد.